تحليل واقعي ومقارن لسيناريو حرب قصيرة أيام مقابل حرب طويلة أسابيع أو أشهر بين إيران وأمريكا، مع توضيح من الرابح والخاسر في كل حالة. أولاً، سيناريو الحرب القصيرة 3 إلى 7 أيام. كيف تبدأ؟ ضربة أمريكية إسرائيلية دقيقة، منشآت نووية، قواعد صاروخية، رادارات ودفاع جوي. رد إيراني محدود، صواريخ على قواعد أمريكية بالخليج، تهديد الملاحة دون إغلاق كامل لمضيق هرمز. النتائج العسكرية: أمريكا تحقق تفوقاً جوياً سريعاً، خسائر محدودة. إيران تدمير جزء كبير من قدراتها الاستراتيجية، صعوبة الرد المؤثر. النتائج الاقتصادية: ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، ضرر اقتصادي شديد لإيران، ضرر مؤقت للأسواق العالمية. النتائج السياسية: إيران تعلن الصمود والانتصار المعنوي، أمريكا تعلن نجاح العملية وردع إيران، لا تغيير جذري في الأنظمة. الخلاصة: أمريكا الرابح العسكري، إيران الخاسر الأكبر. التوتر يبقى قائما وقد يتجدد. ثانياً، سيناريو الحرب الطويلة أسابيع أو أشهر. كيف تتوسع؟ استمرار القصف الأمريكي، دخول الوكلاء، حزب الله، الحوثيون، فصائل عراقية، هجمات سبرانية متبادلة، عمليات بحرية في الخليج والبحر الأحمر. النتائج العسكرية: إيران استنزاف شديد للقدرات العسكرية، خسائر بشرية وبنيوية كبيرة. أمريكا استنزاف مالي وعسكري، خسائر متزايدة لكن تحت السيطرة. النتائج الاقتصادية: كارثة اقتصادية لإيران، انهيار العملة، نقص غذاء ودواء، ضرر عالمي كبير، أسعار نفط مرتفعة لفترة طويلة، ركود محتمل. أمريكا تتحمل التكلفة لكن اقتصادها يستمر. النتائج السياسية: اضطرابات داخل إيران قد تهدد النظام، ضغط دولي لوقف الحرب، تراجع النفوذ الإيراني إقليميا. أمريكا تتعرض لانتقادات لكنها لا تفقد مكانتها. الخلاصة: إيران الخاسر الاستراتيجي، أمريكا متضررة لكنها تتحمل، المنطقة كلها خاسرة. الخلاصة النهائية: الحرب القصيرة ضربة وردع ثم توقف، الحرب الطويلة استنزاف، فوضى، واحتمال تغيير قواعد اللعبة. لهذا كل الأطراف تحاول منع السيناريو الطويل. في حال اندلاع حرب مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ستكون الأضرار على إيران كبيرة وعلى عدة مستويات، حتى لو لم تصل الأمور إلى حرب شاملة طويلة. إليك شرحاً واضحاً ومختصراً. أولاً، الأضرار العسكرية. تدمير البنية العسكرية. الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً جوياً وتكنولوجياً ساحقاً، ما يعني ضرب القواعد العسكرية، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، شل سلاح الجو والبحرية الإيرانية بسرعة، خسائر كبيرة في الحرس الثوري، خاصة الوحدات الصاروخية والبحرية، استهداف البرنامج النووي ومراكز الأبحاث الحساسة. ثانياً، الأضرار الاقتصادية. انهيار شبه كامل للاقتصاد، توقف تصدير النفط أو انخفاضه إلى أدنى حد، تدمير الموانئ والمنشآت النفطية، انهيار العملة الإيرانية الريال، وارتفاع التضخم بشكل كارثي، هرب الاستثمارات وتوقف التجارة الخارجية، تشديد العقوبات إلى أقصى درجة، أشد من أي وقت سابق. ثالثاً، الأضرار الاجتماعية والداخلية. ارتفاع البطالة والفقر بشكل حاد، نقص الغذاء والدواء بسبب الحصار والدمار، اضطرابات داخلية واحتجاجات شعبية قد تهدد استقرار النظام، خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين نتيجة القصف أو نقص الخدمات. رابعاً، الأضرار السياسية. عزلة دولية شبه كاملة، احتمال إضعاف أو تغيير النظام إذا استمرت الحرب وانهار الداخل، تراجع النفوذ الإيراني في العراق، سوريا، لبنان، اليمن بسبب انشغال إيران بنفسها وضعف التمويل. خامساً، الأضرار الاستراتيجية بعيدة المدى. فقدان إيران دورها كقوة إقليمية لسنوات طويلة، إعادة رسم توازن القوى في الشرق الأوسط ضد مصلحتها، تحول إيران إلى دولة منهكة تحتاج سنوات أو عقودا للتعافي. ملاحظة مهمة: إيران تعرف أن الحرب المباشرة مع أمريكا خاسرة عسكرياً، لذلك تعتمد غالباً على الحرب غير المباشرة، الوكلاء، الضغط السياسي، التهديد دون التصاعد الكامل.